دي خريطة للأوضاع الاجتماعية في جمهورية مصر العربية في ظل المأساة اللي بتعيشها البلد. مفيش حد يقدر يعيش مطمن على كرامته وحياته وأسرته إلا الأفراد في هذه المنظومات الثلاث. أولا، منظومة الجهات السيادية، الحكومة، أمن الدولة، المخابرات بأنواعها. ثانيا، منظومة العدالة، القضاء، النيابة، الشرطة. ثالثا، منظومة الثروة. وفي الحقيقة المنظومة دي بتتعامل وتكاد تشتري المنظومتين دول. الناس دي بس هي اللي بتقدر تنام وهي مطمنة ان محدش هيقدر يأذيها ولا يبوظ لها حياتها. ولذلك نقدر نسميهم الفئات الآمنة إلى يوم الدين. أما اللي زينا، حيا الله علماء، دكاترة، مدرسين، فإحنا مرشحين في أي لحظة ناخد بالجزمة. لا قيمة لنا في هذا الوطن اللي أصبح وطنهم هم، وإحنا بقينا لاجئين عندهم. وبناء على ذلك إحنا ما عندناش غير حل من اتنين. الحل الأول هو إننا نطفش من البلد دي بأقصى سرعة. هنروح فين يعني؟ الدول المحترمة